انت شايف موضوع حسين الشحات ازاي؟ لعيبه كتير بتشتم ولاعيبه كتير بتتخانق في الملعب، وفي ناس تانية عملت حاجات ألعن من كده وعدت. تصرف غير اخلاقي. هو الواد استفزه اكيد. شايف اللي هو مش غلطان. لا ما ينفعش، لازم يتعاقب. دي مش اخلاق رياضه يعني. مش لعيب كوره اللي يعمل كده. الراجل غلط واعتذر. مش اخلاقي خالص انه يضرب الشيبي بالقلم. هو الراجل الجازة. طب انت شايف العقوبه مناسبه؟ لا طبعا. يعني نذبحه مثلا المفروض توقف قد ايه؟ كانت واقفه اكتر من ماتشين في اي نادي تاني ولا 10 مليون جنيه من دون ذكر اسماء. امام عاشور لما اتصور وهو كان في اوضه اللبس وبيشتم صالح سليم اتوقف 12. يتحاسب زي ما تحاسب شيكابالا. المفروض يبقى كله زي بعض. الحق حق ان يتبع. شايف موضوع حسين الشحات ازاي؟ والله على كلام حسين الشحات ان الراجل غلط في اهل بيته، تمام، ده اقل حاجه اللي هو عمله، تمام. ده لو فعلا كده، انما هو يعني لو حسين الشحات الحاجه دي ما حصلتش، طب طبعا هو غلطان. هو طبيعي اصلا بما انه في الاهلي ما فيش حد في الاهلي يعمل كده، بس هو اكيد يعني ايه انفعل يعني قصاد كده كمان ان هو ايه الاهلي برضو ايه يعني غرموه غرامه كبيره. يا عم غرامه كبيره، يعني نص مليون جنيه. طب نص مليون دي حاجه قليله؟ بقول لك ايه انت قبل التصوير بسجل، قبل ما اسجل معاك بتقول لي انا بأيد حسين الشحات. طبعا. تخيل حط نفسك مكان واحد غلط في اهل بيتك، انت هتعمل معاه ايه؟ الله اعلم ده كلام صح ولا لا. هو اللي بيقول، صاحب الشأن اللي بيقول. واحد غلط في اهل بيتك هتعمل معاه ايه؟ بس اللقطه شكلها مش حلو، دمها تقيل يعني. دمها تقيل ووحشه من لعيب في الاهلي. من اي انسان. لا مش اي انسان، لا في ناس تانية عملت حاجات ألعن من كده وعدت. يعني انت ترضى ان اخوك حتى لو غلط يتضرب بالقلم قدام الناس بالشكل ده؟ والله الجزاء من جنس العمل. انا بقول لك انت كواحد اهو غلطت، انا غلطت، انا يعني غلطت في اهل بيتك وهو واقف قدامك. سيبك من هو ايه تفه في جماهير الاهلي وعمل كده والكلام ده، احنا كجماهير نقدر نرد بكذا طريقه، تمام. احنا بنتكلم في اللي يخص حسين الشحات شخصيا، مش حاجه تانية. ان هو اللي اتغرم وهو والاهلي ذبحوا، تمام. وانا احنا سامعين يقول لك مش عارف هيروحوا نيابه ومش نيابه. من امتى احنا 90 دقيقه في الملعب توصل لنيابه والكلام ده كله، تمام. في مثلا هاني سعيد مثلا عمال يسخن ويعمل يسوي، الراجل غلط واعتذر والنادي غرمه، يعني نذبحه مثلا. طب ما انت الراجل بتاعك المفروض غلط، ما تتاكد هو غلط ولا ما غلطش وحاسبه هو كمان. هو كله جاي حسين الشحات عايز يذبح في حسين الشحات؟ ما افتكرش يعني ان كده. الاهلي مبادئ الاهلي اتحركوا الناس في نفس الوقت وغرموه يعني غرامه كبيره مش قليله. نص مليون جنيه غرامه كبيره؟ ايوه طبعا كبيره. نص مليون جنيه غرامه كبيره، تمام. في ناس تانية غلطت نفس الغلطه ومحدش عاقبها ولا حد علق عليها. زي مين؟ زي مين؟ انا هقول لك زي مين. شيكابالا مع علي، مع ابتدى كان مع سيد معوض، ما برضه قعد يضرب فيه ويعمل فيه في الملعب وكله عدى. نفتكر لو رجعنا ورا هنلاقي دي، تمام. شفت تصريح شيكابالا لما نزل صوره وقال لك قانون ساكسونيا؟ اخر واحد يتكلم عن الكلام ده، عشان الساكسونيا دي عندهم هم، احنا ما عندناش ساكسونيا في الاهلي. احنا عندنا اللي بيغلط بيتعاقب 1-1-2 في الاهلي، انما الساكسونيا دي هم اللي يعرفوها عندهم. احنا في الاهلي ما عندناش ساكسونيا، احنا عندنا في الاهلي واحد غلط يتعاقب. انت بقى عجبك العقوبه قويه مش قويه مش عارف ايه، هي حصلت. ناس غيرنا احنا اللي هم بتوع ساكسونيا اللي هم ايه العقوبه بتحصل قدامهم، هم ايه بيدوا وشهم من الناحيه الثانيه، تمام، اكنهم مش شايفين ولا اي حاجه حصلت. هو ده اللي منجح الاهلي. انت شايف موضوع حسين الشحات ازاي؟ انا شايفه ان هو يعني تصرف غير اخلاقي. ان هو لاعب دايما ان الجمهور الاهلي او جمهور الزمالك عارف ان حسين الشحات ده لاعب محترم، بس اللي حصل ده يعني ان هو التصرف اللي عمله ده غير اخلاقي بالمره، ان يمدوا ايده على لاعب او يسب له بالدين او يعمل اي حاجه ثانيه غير كده. يعني ان هو يعني الجماهير كلها طبعا والسوشيال ميديا قايمه عليه عشان هو غير اخلاقي بالمره يعني. طب انت شايف العقوبه مناسبه؟ لا طبعا خالص. عايز ايه؟ على الاقل يتحاسب زي ما تحاسب شيكابالا. انت زملكاوي صح؟ اكيد. عشان كده انتوا بتصطادوا في الماء العكره. لا طبعا مش كده، بس يعني اصل ده لاعب بيمثل الكره المصريه كلها، مش جمهور الاهلي فقط او الزمالك فقط. يعني انت حسين الشحات بيمثلك كزملكاوي؟ لا انا بتكلم ان هو مش بيمثل اخلاقيات اللعيبه كلاعب في الدوري المصري، بيمثل الدوري، بيمثل بطوله، لكن ما بيمثلنيش طبعا كزملكاوي. انت شايف موضوع حسين الشحات ازاي؟ هو بص، هو ما حدش يقدر يقول انه صح، هو كده اغلط، بس هو مش موقف اول مره يحصل ولا اول لاعب يعمل كده. لعيبه كتير بتشتم في الملعب ولاعيبه كتير بتتخانق مع الملعب، مش مع لعيبه بس، مع حكام
ويعني وفي لعيبه بتتخانق مع الجمهور كمان اللي هو مش علاقه باي حاجه، فده وارد انه يحصل فعادي. بس هي الفكره ان هو الموضوع خد ضجه كبيره عشان حسين الشحات الناس كلها عارفه اخلاقه وعارفه انه لاعب محترم، هو لاعب كبير فطبيعي عشان هو لاعب كبير ولاعب محترم فالموضوع خد ضجه. بس هو لاعب بيحصل مع اي حد، يعني موقف بيحصل مع اي حد، هو غلط ما قلناش انه صح، بس غلط في الطبيعي اللي هو زي ما اي حد. لعيبه كتير بتشتم ولاعيبه كتير بتتخانق في الملعب وبتعمل مشاكل وبتقول الفاظ خارجه، مش مع لعيبه بس، مع حكام ومع جماهير كمان. بس انت شايف الاعلام تناول الموضوع فيه افوره شويه؟ في افوره عشان هو لاعب كبير وعشان هو لاعب معروف عند الكل انه لاعب محترم، وده اول موقف يحصل منه. يعني كل اللي يعرف عن حسين يعرف انه لاعب محترم، ما يعرفش عنه حاجه زي كده، فعشان كده الموضوع خد ضجه لانه لاعب محترم يعني. طب انت كاهلاوي بامانه راضي عن العقوبه؟ بامانه الله يعني وانا بصراحه انا شايفها لا بس برضه عشان ما ينفعش يعني، ما في لعيبه كتير كانت عملت حاجات فعلا ابسط من كده واتعاقبت عقوبه اكبر من كده بكتير، فما ينفعش بقى ان عشان انا لاعب كبير يبقى مثلا، لا هو في العقاب المفروض يبقى كله زي بعضه يعني. شايف موضوع حسين الشحات ازاي؟ بص، هو الماتش كده كده يعني يعتبر ملوش لازمه اصلا، احنا خلاص خدنا الدوري. بس اللقطه غلط يعني، ايا كان اللعيب اللي استفزك او كده، بس غلط ان انت تعمل كده. انت لعيب كبير وبتلعب في نادي زي النادي الاهلي، مش نادي صغير وسط جماهيره وبتاع، فعيب يعني، غلط اللي هو عمله. اهلاوي اساسا؟ اهلاوي، بس يعني هو الواد استفزه اكيد، والله اعلم شتم ولا ما شتمش، بس غلط اللي هو عمله برضه. يعني اذا كان هو في ماتش يعني يعتبر شبه خلاص محسوم، امال في ماتش كبير بقى مثلا في الافريقيا ولا كده يعمل ايه لو لعيب استفزه؟ فاكيد يعني حاجه مش حلوه يعني. طب بامانه كاهلاوي شايف العقوبه ازاي؟ يعني هو انا شايف يعني، بص انا ما اقدرش اشوف اقول ايه، بس يعني انا مش مكانه ولا اقدر الومه برضه. هو ممكن يكون التاني برضه اساء لي، بس ما اقدرش اقول كام. بس هو سمعت النادي الاهلي قال غرامه 300,000 واتحاد الكوره قال 20,000 وماتشين ايقاف، حاجه زي كده. واتحاد الكوره 220,000. فدي انا شايف، انا كاهلاوي كمان شايف ان هي عقوبه اي كلام. انا يعني انا اهلاوي بس يعني هو فعلا المفروض يعني لو يتوقف مثلا على الاقل مثلا 15 ماتش ولا حاجه، غير بقى يتغرم مالي شويه حلوين. القلم كان شكله وحش يعني، غلط اصلا، غلط فعلا يعني. لو عارف، لو انا اهلاوي بس صريح يعني، لو بيلعب في اي نادي تاني يعني، مش من دون ذكر اسماء، كان ممكن اصلا يتوقف خالص ما يلعبش كوره تاني. انا بقول لك الحقيقه يعني، بس هو عشان في الاهلي والله اعلم برضه يعني الدنيا فيها ايه، بس خير يعني ان شاء الله. حبيبي على انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي ان شاء الله. طب انت شايف موضوع حسين الشحات ازاي؟ انا شايف موضوع حسين الشحات، انا موضوع كتير. لا فوق معايا بقى. حسين الشحات ضرب الراجل الماتش اللي فات. ايه؟ انا شايف اللي هو مش غلطان. اتفرجت؟ اتفرجت. ضربه ازاي؟ ازاي؟ ضربه حسين الشحات مش هو اللي غلطان. ليه بقى؟ اقول لك ليه. قول لي. ايه؟ استنى بس تفتكر ايه؟ افتكر الماتش. طب بقول لك ايه؟ حسين الشحات ضرب الراجل بالقلم. ليه بقى؟ ضربه ليه؟ في ايه؟ مش فاكر. طب انت اتفرجت على الماتش؟ طب امال انت بتقول لي ليه اتفرجت على الماتش؟ اهلاوي؟ الاهلي خد الدوري السنه دي ولا السنه اللي فاتت؟ لا، خدوا السنه دي. لا طب ما انت عارف، ودوري ابطال افريقيا. طب امال ايه في ايه؟ وده كاس مصر. طب يا عم والسوبر؟ لا لسه لسه السوبر؟ كاس مصر ودوري ابطال افريقيا. طب بقول لك ايه؟ مين احسن لعيب في الاهلي؟ احسن لعيب في الاهلي انا بالنسبه لي، انا احسن لعيب في الاهلي كهربا. اشمعنى بقى؟ عشان سريع ويجيب اجوال ومركز يعني في اللعب. كهربا. بقول لك ايه؟ قشطه عليك حبيبي. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي ان شاء الله. شايف موضوع حسين الشحات ازاي؟ لا ما ينفعش، لازم يتعاقب عقاب بيليق بالنادي الاهلي، مش لان انت كده كده مش بتمثل نفسك، انت بتمثل نادي كبير زي نادي الاهلي. المفروض ان انت راجل، حتى لو اللعيب بتاع الفرقه اللي هي بتنافسك اتعدى عليك بلفظ او بحركه، ما ينفعش انت تعمل كده، لان انت بتلعب باسم النادي الاهلي. الاهلي وقع عليه غرامه نص مليون جنيه. لا ما ينفعش طبعا، ولا 10 مليون جنيه يعاقبوه على اللي هو عمله، لان انت راجل ما ينفعش، انت مش ملك نفسك زي ما لسه قال لحضرتك. حسين الشحات بيمثل النادي الاهلي، ومفروض ان انت تحترم النادي والتيشيرت اللي انت لابسه، بس مش اكتر. طيب في ناس يعني انت انا شايف من وجهه نظري ان الناس
وقفت على الموضوع، يعني جت على الواحده خلاص، مستنيين النادي الاهلي يغلط عشان او حد من النادي الاهلي عشان يقولوا بقى الاهلي والدوله بتسانده. لا انا لو مش بحب النادي الاهلي مش هقول لك حسين الشحات يتعاقب بعقوبه اكتر من اللي انت قلت عليها دي. انا عشان بحب النادي الاهلي وبحب حسين الشحات، ما ينفعش حسين يعمل كده، ما ينفعش خالص. طب توجه رساله للاعلام الزملكاوي اللي سايب قفل قيد الصفقات بتاعت الزمالك وسايب مشاكل النادي وماسك في حسين الشحات. لا هم يخلوهم في حالهم ويشوفوا مشاكلهم، يحلوا مشاكلهم وبعد كده يبقوا يدوروا على مشاكل الناس يمسكوا فيها عشان يعملوا شو، لان هم كده بيدوروا على الترند زي ما الناس بتقول. بالنسبه للاعلام الزملكاوي، انت راجل عندك 100 مشكله، حل وبعد كده ابقى تعال دور على مشاكل غيرك اتكلم فيها. صح كده، بس مش اكتر. حبيبي اعلام. شكرا. انت شفت ضرب حسين الشحات؟ شفت ضربه بالقلم بس شفت الموقف بصراحه من على النت، بس ما يعني انا ما بتابعش كوره بقول لك يعني. ايه رايك في الحركه يا استاذ؟ لا وحشه طبعا يعني، ما يصحش ضربه بالقلم وشتمه وهانه، لا عيب، دي مش اخلاق رياضه يعني. انت اهلاوي اساسا ولا زملكاوي؟ انا السنه اهلاوي بس ما بتابعش كوره بقالي فتره كبيره يعني. بس شفت الموقف عدى قدامك؟ شفت الموقف عدى قدامي بس الحركه مش حلوه يعني. لا عيب يعني، ما يصحش، عيب. ما تلاقيش باخلاق رياضه، ما تلاقيش بنادي كبير زي الاهلي، ما تلاقيش بواحد زي حسين الشحات يعني. انت شفت موضوع حسين الشحات؟ شفت شايف الموضوع ازاي؟ مش اخلاقي خالص انه يضرب الشيبي بالقلم ولا يسيب له التيم، ولا دي اخلاق النادي الاهلي ولا اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. بس دي الحقيقه. انت مرضي على اللي حسين الشحات عمله ده؟ انا؟ لا طبعا. بس المفروض بقى يتعاقب. شيكابالا لما طلع شتم ما قعد 7 شهور في البيت. طب بقول لك ايه، اخبار القيد بتاع الزمالك السنه دي ايه؟ ما اعرفش والله. تعرفوا للاهلي بس؟ نعرف للاهلي بس. بجد والله؟ والله. طب انت متابع الاهلي اكتر من الزمالك؟ متابع الاهلي اكتر من الزمالك. ليه بقى؟ عشان في حاجات بتحصل غريبه. زي ايه؟ زي انت عارفها بقى. لا ما انا عايز او لا ما ينفعش تتقال، احنا قدام الكاميرا دلوقتي. لا قول اقول يعني قول يعني. تحريس والكلام ده. تحريس ازاي؟ اللي ازاي؟ انت ما بتشوفش اللي بيحصل ده؟ وقف ماتشين بس الشحات، ضرب بالقلم وقف ماتشين بس. ده حلو ده؟ لا مش حلو طبعا. المفروض يتوقف قد ايه ده الشحات؟ ده يتوقف اقل حاجه 6 ماتشات وده 2 مليون جنيه. هتعملوا ايه السنه دي في دوري ابطال افريقيا؟ لا الكونفدراليه بقى، انت ناسي؟ لا انا مش ناسي، انا قلت اشوفك انت ناسي. الكونفدراليه ربنا يعديها على خير. هتعملوا ايه والله؟ هناخدها ان شاء الله. امتى؟ ده لما تتلعب البطوله في شهر 6 ولا 7 الجاي. طب رايح اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. طب انت شايف موضوع حسين الشحات ازاي؟ شايفه ان ده اصلا مش روح لاعب كوره، مش لعيب كوره اللي يعمل كده. المفروض انت في نادي كبير، في نادي عظيم، المفروض هم لو انت قليل ادب هم اللي يعلموك اصلا الاحترام. هم ما فيش مبدا اللي هو يسب الدين للاعب زيه ويديله بالقلم. مصطفى فتحي لما ضربه ماتش الاهلي والزمالك تفتكر ما عملش كده معاه ليه يعني؟ ولا ده عشان لعيب معلش محترم ومؤدب شيء محترم. ايوه ما ردش عليه، اعتبر اللي هو في الكوره ما ردش عليه. هي في اللقطه دي هو اثبت ان هو لعيب كويس يعني. ما ردش عليه. طب انتوا عملتوا ايه في فتره القيد؟ مش عارف بقى. انت ما تسالنيش على حاجه مش عارفها. انتوا تعرفوا الاهلي بس ها؟ انت كده انتوا تعرفوا بس في الاهلي يعني، بتتابعوا الاهلي بس. يعني بتتابعوا اللي بيحصل في الاهلي، انما اللي بيحصل للزمالك لا. ما فيش حاجه بتحصل للزمالك اصلا، هو الاهلي كل حاجه، هو اللي بتحصل في الاهلي، هو اللي بيعمل كل حاجه. زي ايه مثلا؟ صفقات بقى، وبيجيب صفقات حلوه، مع ان يعني الخطيب. طب ايه رايك في موضوع امام عاشور؟ لا امام عاشور ده بقى مش هتكلم عنه اصلا. ليه؟ بص هو امام عاشور لعيب كويس بس غلط ان هو يروح نادي خصم ومنافس ليك بنفسك في كل حاجه، فده غلط ان هو يروح ويعمل حاجات مش حلوه يعني. ده طبعا وجعك الحوار. طبعا. شايف موضوع حسين الشحات ازاي؟ الفعل غلط، والراجل اتجازى من الاهلي ومن اتحاد الكوره. في افعال تانية حصلت زي كده وما شفناش حد يتكلم فيها، زي موضوع السودان لما الاداري بتاع الهلال السوداني ضرب عليه لطفي بالقلم، تمام؟ في ماتش الاهلي والاسماعيلي باهر المحمدي مع محمد هاني. نيجي بقى الموضوع تاني اللي هو كان ماتش الزمالك والفعل الفاضح اللي حصل، والناس ما اتكلمتش بالطريقه دي. قال لك لا اصل هم اصحاب. ما فيش حاجه اسمها اصحاب. الفعل الغلط غلط والفعل الصح صح، والفعل اللي هو يتجازى عليه يتجازى عليه. فما نجيش بقى نقعد نعلق للراجل شماعه واحنا عايزين نهدمه. وخلاص هو الراجل اتجازى، والجازى ب 300,000 جنيه من النادي الاهلي، والجازى والاتحاد الكوره قال ماتشين و20,000. خلاص ما فيهاش كلام. مش هنقعد بقى نتكلم في موضوع والراجل
الراجل اتغلط في امه وفي ابوه وما قالش اي حاجه. طبيعي ان ما حد يشتمك حتى لو في كوره، وحد بيشتمك بابوك وامك واختك، طبيعي هترد عليه. ما ايه الدليل على كده يعني؟ ما الراجل اقسم بالله ما هو يطلع ينفي، يعني محمد الشيبي يطلع ينفي ان انا مش شتمتش الراجل ده. وماتش السوبر برضه هو اللي استفز لعيبه الاهلي، مش لعيبه الاهلي اللي استفزته، صح ولا غلط؟ الراجل بيطلع الكوره محمد الشناوي عشان لعيب واقع بتاع الاهلي، الراجل بياخدها وراح هجمه على الاهلي. كله بيتكلم الكلمتين عشان يقبض ايه من القناه دي، واللي بيقبض من القناه دي واللي يقبض من القناه دي. مفيش حد بيقول اللي بيرضي ربنا او ان هو ياخد الفلوس دي يبقى عارف ان هي فلوس حلال. اشتم دوت واسب دوت عشان اقبض، ما ينفعش. كله بيشتم في كله وكله بيغلط في كله، ولا ده اعلام رياضي ولا دول رياضيين. انا راجل رياضي وبتاع كوره اتكلم في الكوره، ما اقعدش اغلط في الناس وما اقعدش اسب الناس. دي مش كوره، عندنا في مصر ما فيش كوره. الناس دي لو انت منعتها من الاعلام هيبقى في كوره. هلا ولا زملكاوي؟ لا زملكاوي. وانت يا نجم؟ زملكاوي. شبه شيكابالا ها؟ تحب شيكابالا؟ اكيد. انت شايف موقف حسين الشحات ازاي؟ هو موقف بايخ، موقف بايخ بقى. ايا كانت الظروف اللي هو استفزك في قلب الماتش استفزه زي ما استفزك، لكن تسب الدين وتلطش بني ادم زيه زيك بالقلم غلط، مش محبوب ايا كان. طب وايه رايك في قفل القيد عندكم؟ ما بيجيش على بالكم؟ عفل الكذب بيجي عندنا على بالنا، بس اللي ماسكنا يعني قله امكانيات كفلوس، مفيش فلوس محجوز عليها. ممدوح بص انا شكلها اللي ماسك، اللي بيمسكوا النوادي ورا بعض هم اللي عاملين القلق ده كله. رؤساء النادي الزمالك من ممدوح عباس لمرتضى، يعني واحد نرجع ايام الدكتور جمال درويش كان الزمالك فرقه. والزمالك كان فرقه، بس انا بحس ان رئيس النادي عندكم بيتعمد يمشي النجوم. هو متعمد، اللي هو ما تعرفش بقى، هو في حد مسلطه علينا؟ هل هو زملكاوي ولا اهلاوي؟ قال كتر المشاكل جوه النادي بيأثر على الفرقه. انت ايه رايك في موضوع حسين الشحات؟ انا شايف اللي هو ظلم، ان المفروض حسين الشحات كان يتوقف اكتر من ماتشين، لان امام عاشور لما اتصور وهو كان في اوضه اللبس وبيشتم صالح سليم اتوقف 12 واتغرم اكتر من 20,000 دي. حسين الشحات قدام الكاميرا وبعد الماتش سب الدين وضرب شيبي وتوقف ماتشين بس، المفروض كان اكتر من ماتشين. طب انت مركز قوي مع الاهلي وبتاع، طب والزمالك ايه رايك فيه؟ مرتضى بقى بوظ النادي كله. ليه؟ شتايم، يطلع يشتم، يتحبس، النادي يتغرم، وماسك ابنه وهو ابنه اصلا ملوش في الكوره، سواء كان احمد مرتضى او امير مرتضى، هو اللي مبوظين النادي اصلا يعتبر. طب الحل ايه؟ يمشوا، مرتضى يمشي ويمسك حد كان بيلعب في الزمالك هو اللي يمسك بداله. طب بتلعب كوره اساسا؟ تلعب فين؟ عندنا في اكاديميه عندنا هنا في الصفتان. تلعب ايه في الملعب؟ باك رايت. لعيب كويس؟ الحمد لله. مثلك الاعلى مين؟ مثلي الاعلى شيكا. شيكا؟ ايش يا نجم؟